وصفة العزومات، أيوه كده، هي دي الوصفة بصحيح اللي تتعمل في أي عزومة. الوصفة بسيطة جدًا معانا ومقاديرها بسيطة، واللي يشوف الطبق ده هنقول بقى إحنا اتكلفنا. لأ، تعالوا يالّا بينا على طول نشوف عملنا الوصفة الحلوة دي إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا طبعا غبت عنكم الفترة دي علشان كان غصب عني، بس برضو نسبة المشاهدة عندي ضعيفة، فيلا شجعوني بتعليقاتكم الحلوة. زي ما شفنا كده الكوسة جاهزة، واللحمة هنفرمها بالمبشرة حتى لو ما عندكيش لحمة مفرومة. هنجهز البصل معانا، بصلة كبيرة حلوة كده مقطعة مكعبات زي ما شفنا كده، وحطينا السمنة والزيت مع بعض وفلفل أخضر قطعناه مكعبات، وعلى طول نزلنا باللحمة زي تعصيجة أي لحمة. حبيتش أطول عليكم في تعصيجة اللحمة. حطينا فص توم والبهارات بتاعتنا. أنا هنا مجهزة بهارات هقول لكم عليها وإحنا شغالين، نحط منها على طول في الوصفة بتاعتنا، بدل ما كل شوية بقى أجيب نوع بهارات وأقعد أحط. لأ، أنا عملت وصفة على طول كده نحط منها على طول. عصجنا اللحمة بالشكل ده على طول، ومكان اللحمة بقى احنا هنا عايزينه هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه لحمة شرايح بطريقة البكتة. اللحمة ديت لو انت عندك في البيت لحمة بفتيك، عندك ستيك، اي لحمة شرايح هتنفع معاكي في الوصفة دي. انا هنا طلعتها على طول وكنت متبلاها في الفريزر، وبدأت انزل بيها مكان البصل اللي عصجنا بيه اللحمة المفرومة، ونفس السمنة كمان، يعني ما حطيتش سمنة زيادة. يبقى احنا كده استغلينا مكان اللحمة بالشكل ده. مجرد ما بتاخد وش بس على طول كده وتتشمع من غير حتى ما تاخد لون، ننزل عليها بالتوابل. زي ما قلنا التوابل دي جاهزة على طول، عبارة عن كمون وكزبرة وجوز الطيب وسنة قرفة بسيطة. دي بتنفع معايا في تعصيجة اللحمة وبتبقى جاهزة بالشكل ده وبتسهل عليا كتير. وعلى طول نزلت باللبن اللي فيه قشطة، لازم يكون لبن بلدي كده وقشطته كتيرة، ولو ما عندكيش مفيش أي مشكلة، لبن أكياس وتحطي عليه معلقتين قشطة من العلب. تقليبة بقى حلوة بالشكل ده ويغلي بقى مع اللحمة، ونشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. ويبقى كده عملنا أسرع بكتة هتنفع في الوصفة بتاعتنا، ودي مش أساسية، دي احنا عاملينها جنب الكوسة بتاعتنا، هنشوف هنعملها ازاي. بس انتي لو حابة تعملي دي تمام، هتديكي برضو قيمة غذائية وتكمل الوجبة معاكي. حابة تاكلي الكوسة بس هي في حد ذاتها برضو هتبقى كويسة لأن هي خضار ولحمة. وادي الكوسة بتاعتنا مقورينها وشايفينها مع بعض، تبقى بالشكل ده كده. انا مديها خطوط طولية برضو عشان يبقى شكلها حلو معانا. يسعدني مشاركتكم ليا في التعليقات، ويسعدني ان انتوا تحطوا لايك واشتراك اللي لسه ما اشتركش في القناة. طبعا اللايك بيفرق جدا معانا، والتعليقات بتدينا بصراحة قوة كده علشان الواحد يقدر يكمل. يلا شجعونا علشان القناة تكبر، علشان هي طبعا لسه صغيرة زي ما احنا عارفين. بالشكل البسيط دوت هنحشي الكوسة زي أي كوسة أو أي محشي احنا بنحشيه، ونبدأ بقى نرصها في الحلة برضو زي المحشي عادي مفيش أي مشكلة. ننزل عليها بقى بكوباية اللبن اللي احنا شفناها في أول الفيديو، ونبهرها بقى بالتوابل اللي احنا حابينها أو بالتوابل الجاهزة اللي أنا قلت لكم عليها، وسنة ملح. هنعمل ايه؟ هنخلي الكوسة هنا تستوي 3/4 سوا. ويلا بقى نعمل كمان طبق محشي جنبها بقى على السريع. عملنا شوية فلفل مع الكوسة برز عادي مفيش أي مشكلة. الخطوة التانية بقى هنا بنبدأ نحمر الكوسة في الزيت. كتير مننا أما بيجي يعمل الوصفة دي، أنا سبت كده واحدة زي ما انتوا شايفين اهي من غير أي حشوة، وتتقلي برضو قبل ما تتحشي مفيش مشكلة. هنا حشيتها الأول، ليك ان انت تعمليها كده وليك ان انت برضو تقليها الأول قبل ما تحشيها وبعد كده تحشيها، بس أنا بحب أعملها كده. وهتبقى بالشكل اللي شفناه ده. وادي اللحمة اهي نبص عليها، عملناها برضو بكوباية لبن زي ما شفنا، ونزلنا بيها بمعلقة دقيق متدوبة وبهرناها وملحناها. كمان ممكن نحط معلقة نشا أو نص كوباية كريمة لباني، المتاح عندك تقدري تعمليه تحطيه، وانت ليكي حرية الاختيار. وادي التوابل بقى وهنبهرها معانا وتبقى كده جاهزة خلاص. وفي الوقت ده بقى هننزل على طول بالكوسة اللي احنا كنا مسويينها وحمرناها كمان في الزيت. يعني هنا اللحمة خلاص استوت والكوسة برضو هتكون مستوية.
ومش هتاخد أي وقت معانا، والوصفة دي حلوة جدا لأي عزومة، حلوة جدا لو حبيتي بقى تاكلي وتغيري تاكلي خضار بس خفيف بعيد بقى عن الخضار السوتيه أو أي خضار، بتعمليه بطريقة تانية. دي طريقة جديدة. وهي خلاص نزلنا بالكوسة وتاخد غلوتين مع اللحمة، ويبقى كده وصفتنا خلصت. ونلحق بقى على طول نعمل جنبيها طبق رز أبيض. برضو هنا حطيت ورق لورا مع السمنة والزيت وفص مستكة، قلبناها ولازم يتشمع عشان يطلع معانا مفلفل وحلو زي ما انتوا شايفينه كده. هياخد برضو مقدار المية بتاعته وياخد السوا، وكده يبقى خلصنا طريقة عمل الرز الأبيض. أنا ما جبتهاش بالتفصيل، هي معروفة، بس أنا حبيت أوريكم إحنا بنعمل إيه جنب الكوسة، وأوريكم برضو تركة الرز الأبيض معانا أنا بعمله إزاي. وكده تبقى الوجبة بتاعتنا كاملة ومتكاملة، فيها رز وفيها خضار وفيها لحمة. تقدري تعملي الكوسة بس، تقدري تعملي اللحمة مع الكوسة زي ما انت حابة، وطريقتها بسيطة جدا وسهلة جدا. وده شكلها معانا اهو في الحلة. انا هنا عملتها بصوص الصوص علشان يبقى في الطبق كده تاكلي بيه مع الرز، بيبقى طعمه حلو قوي. حابة ان انت تحطي الكوسة مع الصوص في صينية في الفرن وتديها وش على طول، مفيش اي مشكلة، بس انا بحبها بالطريقة دي احلى، وبيبقى طعمها حلو قوي. ووفرنا بقى الطبيخ اللي بيبقى كل يوم في الحر اللي احنا فيه ده، وكمان اسعار الطماطم اللي بقى غالية جدا معانا. وعملنا وصفة جديدة كمان تشرفك في العزومات وبأقل التكاليف. بيتحط على وش الوصفة هنا صنوبر، بس طبعا الصنوبر غالي ومش متاح، فانت تقدري تحطي اي مكسرات عندك، ولو في لوز بس بيبقى حلو قوي برضو، بتبقى الطريقة جميلة معانا. غير طبعا وصفتنا اقتصادية. شفنا اللحمة قد ايه مستوية معانا ودايبة، وادي الكوسة كمان اهي هتلاقيها حلو قوي مع الصوص وطعمها جميل. وادي اللحمة هي بتتقطع بسن الشوكة بس من غير اي مجهود، بسيطة جدا وسهلة وطعمها ولا اروع. الصوص بنحطه في الطبق مع الرز عشان بيدي طعم للوصفة. حابة تاخديها زي ما قلت لكم في الفرن وتديها وش وتاكليها كده مفيش مشكلة. وادي بص على السريع على الكوسة، عملنا وحدتين كوسة كده وفلفل محشي جنب الطبق. وادي اهي الفلفل، وشوفنا الرز قد ايه مفلفل معانا. الوصفة بسيطة وسهلة، ويسعدني ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم بمقادير لذيذة وسهلة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.